بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي تلفزيون نبض العاصمة، أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة حلقتنا من جولة رياضية كانت وهتضم وهتكون مليئة بالأخبار الرياضية. انتهت منذ ساعات مباريات ومنافسات دوري القسم الثالث والممتاز اللي اتلعبت عصر اليوم النهارده. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم ان كرة القدم لا تعترف الا بالعطاء والجدية داخل المستطيل الاخضر، ما بتعترفش بالبطولات ولا تعترف بالاسماء. كرة القدم هي ساحرة مستديرة، يوم لك ويوم عليك. احنا بنهنئ بداية الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتربعه على عرش الكرة الإفريقية بعد عدة الانتصارات وحصوله على المركز الأول سواء في تصفيات أفريقيا أو تصفيات كأس العالم. الناس بقى اللي كانت بتحارب الكابتن حسام حسن بنقول لهم لابد من مساندة منتخب مصر ومساندة العميد حسام حسن من أجل النهوض بالكرة المصرية ومن أجل حصولنا على بطولة أفريقيا ووصولنا لكأس العالم. وده حلم كل شعوب العالم، ان كل واحد يتمنى ان منتخب بلده يكون في كأس العالم. انتوا شفتوا قد ايه سعادة كل المصريين لما الكابتن جوهري وصل بينا الى بطولة العالم مونديال 90 في ايطاليا. شفتوا كابتن مجدي عبد الغني الجون اللي جابه في منتخب هولندا عايش على ذكراه من سنة 90 لغاية دلوقتي. كأس العالم هي أمنية كل مدير فني وأمنية كل شعب من شعوب العالم. كل التوفيق للكابتن حسام حسن ومنتخب مصر. الكابتن حسام حسن يمكن فتح باب المنتخب لكل العناصر الجديدة. كل لاعب بيثبت وجوده مع فرقته في الدوري المصري بيتم مراقبته جيدا من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتالي الكابتن حسام حسن بيفتح ابواب منتخب مصر لكل اللعيبه الجديده. يمكن احنا شفنا امبارح الرأس الاخضر ومباراه منتخب مصر اللي انتهت 1-1. كابتن حسام حسن كانش اعتقد كان في 7-8 لعيبه من اللعيبه الاساسيه بقياده محمد صلاح ما كانش بيلعب، عمر مرموش ما كانش بيلعب، نجوم كبيره قوي في المنتخب ما كانوش بيلعبوا. فكابتن حسام حسن فضل ان هو يريحهم ويستعين بالعناصر الشابه في المنتخب القومي. وامبارح ظهروا وكتب اسمهم باحرف من نور. كل التوفيق للكابتن حسام حسن ومنتخب مصر. النهارده بقى انتهت مباريات دوري القسم الثالث، ملوك الثالثه. مباريات زي ما قلت لحضراتكم مباراه قويه جدا 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 جدا. نادي سمنود قدر ان هو يفوز على اسماصور اللي كان كل الناس بيقولوا عليه الحصان الاسود للدوري، ولكن بقياده الكابتن احمد صالح المدير الفني لنادي السمنود الرياضي ان يعود ب4 اهداف ويعود ب3 نقاط غاليه بعد فوزه على اسماصون 4-1. يمكن كل الجماهير السمنوديه والجهاز الفني واللعيبه أهدوا هذا المكسب على روح عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن مدين اللي توفاه الله قبل المباراة ب24 ساعة، الله يرحمه. فبالتالي الكابتن أحمد صالح ضرب المثل في الأخلاق الرياضية وأهدى على روح الكابتن عبد الرحمن مدين عضو مجلس إدارة نادي سمنود هذا المكسب، وإن اللعيبة دعت له وقرأوا له الفاتحة. سخا يفوز على شباب اللين 3-1. الزعفران والحمول تعادل سلبي بدون اهداف. اللين وسيدي سالم تعادل سلبي بدون اهداف. اتحاد بسيون يفوز على بلطيم 2-0. يمكن سمنود لما يتربع على عرش المجموعه كده فريق سمنود عرف الطريق الصحيح نحو تأشيرة الصعود للممتاز به هذا الموسم. سمنود في المركز الاول 9 نقاط، اتحاد بسيون في المركز الثاني 9 نقاط، الحمول 8 نقاط، وسخا 7 نقاط.
هنيجي ايضا بقى للقسم الرابع. يعني دائما يمكن زميلتنا بقى في الاعداد ورئيس التحرير البرنامج معايا النهارده الاستاذه رجاء حسن يعني عملت توليفه من الاخبار الرياضيه، قال زي ما هنتكلم عن دوري المحترفين عن الدوري الممتاز، لا القسم الثالث له حق معانا وسمته ملوك الثالثه، والقسم الرابع ايضا له حق معانا، لان كره القدم في الملعب هذه الدرجات بيبقى فيها لعيبه على اعلى مستوى، بس عاوزين اللي يكتشفهم. يمكن بقى زي ما احنا اتكلمنا عن دوري القسم الثالث، هنتكلم عن دوري القسم الرابع. شباب سمنود يفوز على 6 حديد طنطا بهدف نظيف. زفته وشباب زفته ولاد العم بقى والاشقاء تعادل ايجابي 1-1. الدلتا ومستشفيات جامعه طنطا فوز مستشفيات جامعه طنطا 1-0. شباب كفر الزيات وعمال طنطا فوز شباب كفر الزيات 3-0. براعم مصر وقحافه فوز قحافه على براعم مصر 4-2. الجبريه وشباب قسطه تعادل ايجابي 1-1. في شويه اخبار كده قبل ما هنتقل معاكم بقى الى دوري القسم الثاني والمجموعه اللي اتلعبت النهارده وكان نتائجها يعني حاميه الوطيس زي ما بيقولوا. ان الكابتن يعني هبدا معاكم بقى بالاعداد والاخبار الرياضيه اللي زميلتي رجاء حسين اعدتها ليا النهارده، والميكروفون الرياضي كابتن حسين شكري نجم الترسانه مديرا فنيا لنادي لافيينا. ايضا عاوز اقول بقى ان محمد ابو حطب النهارده طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين وانا قلت لكم قبل كده ان الكابتن احمد عبد المقصود تقدم باستقالته برغم فوزه على البلديه منتخب السويس على البلديه، لانه تقدم باستقالته لعدم وجود الدعم المادي. طبعا خالد عيد النهارده استقبلته جماهير طنطا بالورود بالفعل، وتعشموا في خالد عيد خيرا باذن الله بعد الفوز اللي حققه في الترسانه، وكان سبب ان هو يرحل المدير الفني للترسانه ويرحل مدير الكره ايضا. ولكن جماهير طنطا النهارده استقبلت الكابتن خالد عيد نجم المحله ومنتخب مصر بالورود بالفعل، وقالوا له احنا مساندينك واحنا في ظهرك. يعني باذن الله مكسب الترسانه ده هيكون دافع قوي لنادي طنطا في مبارياته القادمه ان شاء الله، ومباراه الاسبوع هتبدا الحد والاثنين باذن الله. محمد ابو حطب كان مدرب او مدير الفني لنادي بلطيم، نادي بلطيم في القسم الثالث. مش الراجل وراح تعاقد مع نادي بدر. جه الكابتن محمد سعيد من كفر الشيخ تولى المهمه. الراجل مشي ايضا قبل المباراه بتاع النهارده بيومين 2. فالمهم جه بقى الكابتن بليغ حمدي وهو احد ابناء نادي بلطيم وتولى القياده الفنيه. يعني ده اللي انا عاوز اقول، ان يا جماعه لازم اتحاد الكره يكون عامل قرارات صارمه، ان المدير الفني اللي يترك ناديه ويمشي في نص الموسم لاي سبب من الاسباب لازم يكون هناك قرار ضده، اما بالعقاب بالوقف، لا اما يكون في شرط اتحاد الكره يفرضه على الانديه ان المدرب اللي يوقع ما يمشيش الا نهايه الموسم. ولكن احنا كده في كره القدم يعني عارفين كره القدم ماشيه بالمحبه وماشيه بالروح الجميله. عاوزين النهارده بقى نبارك من خلال تلفزيون نبض العاصمه وفريق العمل عبد النبي النادي محمد وهب رجاء حسن للاستاذ هاني ابو ريده. هاني ابو ريده النهارده رئيسا لاتحاد كرة القدم 4 سنوات قادمة، محدش رشح نفسه قدام هاني ابو ريده، فهاني ابو ريده فاز بالتزكية كرئيسا للجبلية 4 سنوات قادمة. مبروك استاذ كابتن هاني ابو ريده. نيجي بقى لمباريات الاسبوع الثامن، مباراة الممتاز بالمجموعة الخامسة. بيلا المالية تعادل ايجابي 2-2. بالقاس سيتي يفوز على صيد المحله، ودي مفاجاه هذا الاسبوع 3-0. ايه اللي حصل لصيد المحله؟ صيد المحله كان ماشي كويس
ولكن مش عارفين في ايه. اتهزم من نابورو الاسبوع الماضي وانهزم النهارده من بلقاس سيتي 3-0. يعني اعتقد ان هل ضغط المباريات في الاسبوع كل فريق بيلعب مباراتين اثنين هيكون السبب؟ هو في مدربين اشتكوا من هذه المباريات اللي بتتلعب كل 3 ايام اسبوع، يعني كل 3 ايام مباراه بتتلعب، ففي الاسبوع بيلعبوا مباراتين، فده بيبقى حمل زياده على اللعيبه. هل هو ده السبب؟ الله اعلم. ده اللي هنشوفه في اللقاءات القادمه باذن الله. بلقاس سيتي يفوز على صيد المحله 3-0، بني عبيد يفوز على دمياط 2-0، شباب تلا والازازين 0-0، نابورو بايونيرز فوز بايونيرز على نابورو 1-0. زي ما قلت لكم كرة القدم غدارة قلابة. نابورو كان كسبان صيد المحلة الأسبوع الماضي واحتفلوا، والأستاذ أحمد أبو ضحى عزم الفريق وعزم الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الله على غدا بمناسبة المكسب. النهارده نابورو بينهزم من بايونيرز 1-0. المجموعة الثالثة بقى شباب كوم حمادة يفوز على الظهور 2-0، الحمام واصحاب الجياد 1-1، طلائع الاسطول ودمنهور فوز دمنهور على 2 على طلائع الاسطول 2-1. كل يعني مبروك للكابتن عبد اللطيف الدوماني، ودمنهور ياتي في المركز الاول في هذه المجموعه. دلفي يفوز على الجزيره 2-0. كده حلقتنا انتهت. انتظرونا ان شاء الله بكره باذن الله مساء هنكون معاكم باذن الله ومباريات الدوري المحترفين. تقبلوا تحياتي. عبد النبي النادي، في الاعداد رجاء حسن، ورئيس التحرير محمد وهبه، وتصبحوا على خير.